جولة جديدة من قناتكم جولتنا اليوم في كوبري مقدم شهيد أيمن عبد الحميد الكتاب. تم إنشاء كوبري مقدم شهيد أيمن عبد الحميد الكتاتي بطول 1.485 قرب مدخل الإسكندرية من الطريق الزراعي لربط محور 14 مايو بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعي. شهدت محافظة الإسكندرية في السنوات القليلة الماضية عددا من المشروعات الضخمة في مجال الطرق والكباري، ومن بينها مشروع محور المحمودي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة سكان الإسكندرية، كونه أحد الأسباب الرئيسية في حل الأزمة المروية. وبلغت تكلفة المشروع إجمالي 5.5 مليار جنيه، ويضم مشروع محور المحمودي 7 كباري علوية على المحور.